بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة أو فيديو جديد من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم إزاي نحل عطل IE في الغسالة ال LG اللي قدام حضراتكم دي. الغسالة اللي قدام حضراتكم دي طبعا فيها مجفف، ولكن طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، أو كل ما بنشغل الغسالة بتدينا عطل IE زي ما واضح كده على الشاشة. والعطل ده واضح يعني وشائع في الغسالات ال LG. لو حضراتكم يعني واخدين بالكم ان هو IE مش LE، لان LE كنا نزلناه على القناة قبل كده ان ده عطل تاكل موتور او مشكلة في الموتور او الكارت. ده طبعا شكل الغسالة من الداخل، زي ما قلت لحضراتكم فيها دراير من الداخل. طبعا العطل IE ده يا جماعة بيبقى ممكن يكون ليفل او ممكن يكون صمام. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم ازاي نغير الصمام. الصمام زي ما هو واضح قدام حضراتكم كده صمام 3 مدخل. طبعا اسمه صمام ثلاثي، وفي منه بيشتغل على 12 فولت وفي منه بيشتغل على 220 فولت، ولكن اللي معانا النهاردة ده بيشتغل على 220 فولت. فاحنا ان شاء الله بإذن الله هنتعلم ازاي نغير الصمام ده، لان طبعا المشكلة في الصمام. والعطل ده طبعا في الغسالات ال LG كلها بيدينا IE عطل الصمام. طبعا احيانا بيكون المية ضعيفة برضو بيدينا العطل ده. احيانا بيكون الخرطوم او خرطوم دخول المية بيكون فيه انسداد، او يكون الفلتر مسدود فبيدينا برضو العطل ده. او ممكن يكون في كويل من الكويلات دول فاصل، فبرضو بيدينا عطل IE. او ممكن يكون الليفل برضو فيه مشكلة. واخر حاجة ممكن يكون من الكارتة، ولكن ده بنسبة قليلة جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده ده طريقة فك الصمام. يا ريت حضراتكم لو أول مرة تتابعوني يا ريت تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله. طبعا اللي أول مرة يغير الصمام ده يا جماعة يبقى يصور الأطراف ويصور الخراطيم. ولكن طبعا بالنسبة للفنيين أكيد يعني هم مغيرينه أكتر من مرة، فبالتالي مش هيكون فيه صعوبة عليهم. لأن طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده السوكتات يعني هي مقسمة نفسها. بمجرد ما تركب الصمام الجديد هتلاقي كل سوكت عند الكويل بتاعه. ده شكل الصمام يا جماعة، صمام ثلاثي ب3 كويل. وده الصمام الجديد برضو بنركب بنفس الطريقة اللي خلعنا بيها ونفس الخراطيم، ونتأكد ان كل خرطوم راكب في مكانه الصحيح. وطبعا الصمام ده بيبقى مثبت بمسمارين من خلف الغسالة، ونتأكد ان احنا بنرجع كل الإفزان مكانها كده علشان منعا لحدوث تسريب من الصمام أثناء دخول المية أو أثناء سحب المية. يعني عايز أقول لكم إن العطل ده بيكون شائع في الغسالات ال LG. أحيانا بيكون من ضعف المية أو المية بتكون قليلة جدا وهي داخلة الغسالة. فالعطل ده لو قابل حد فيكم ده بيكون من الصمام أو بيكون من الليفل. فاحنا بنتأكد الأول من الصمام. لو الصمام شغال على 220 بنجرب كويل كويل كده بنوصل له 220 بكابل خارجي. لو فيهم واحد قاطع ولا حاجة بنحاول ان احنا نغيره لو امكن. معرفناش نغيره بنغير الصمام كامل، وده بيكون افضل طبعا. زي ما حضراتكم شايفين كده بنتأكد ان كل الخراطيم ركبت كويس مكانها، ونبتدي نركب الصمام مكانه ونثبته بالمسامير. الموضوع يعني سهل وبسيط، وما تقلقش من العطل ولا من الغسالة. لو فكيتها من فوق لقيت فيها الدراير ده المجفف بتاعها. غسالة محترمة جدا جدا. وطبعا بنركب كل السوكتات، كل سوكت مكانه زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا اللي أول مرة يغيره يا ريت يبقى يصور علشان لو هينسى أو هيتلخبط. كل حاجة مكانها زي ما حضراتكم شايفين كده. وبنرجع خرطوم دخول المية مكانه، وبنبتدي نجرب الغسالة
وإن شاء الله بإذن الله العطل بيزول معانا. مشكلة الغسالة دي كانت بتسحب منسوب مية وبعد كده بتدينا العطل ده، معنى كده إن في كويل قاطع أو في مشكلة في الصمام. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون نالت إعجابكم، ويا ريت ما تنسوناش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.